تخيل انك تاكل الشاي العدني. ايوه يا ابوجي، الشاي العدني اتطور ورجع ايس كريم. خلطت صفار البيض مع السكر وحطيتهم على جنب. جبت قدر وحطيت فيه شاي عدني وكريمة خفق. اضفت شوية قرنفل، شوية هيل وشوية قرفة عشان نعزز النكهة. نشغل النار. أول ما يغلي نسكب شوية من السوائل للبيض مع التحريك المستمر، وبعدها نضيف الدفعة الثانية، وفي الأخير نضيف كل الكمية. الخطوات هذه مهمة جدا، لو عملنا العكس يصير عندنا شكشوكة شاي عدني. ملاحظة في هذا الآيس كريم استغنينا عن بذور الخروب، وبذور الخروب وظيفته إنه يربط السوائل مع الدهون ويخلي الآيس كريم كريمي. بعد ما خلطنا السوائل الساخنة مع صفار البيض والسكر البارد نرجع الخلطة كامل للقدر. الآن مطلوب مننا نوصل درجة الحرارة 85 ونحافظ على هذه الحرارة طبعا مع التحريك المستمر لما يصير الصوص ثقيل. جبت صينية فيها ماء وثلج عشان أبرد الصوص بأسرع وقت ممكن، وصفيته بغربال تجنبا لأي تكتلات. ليش استخدمت صفار البيض؟ أولا صفار البيض عبارة عن دهون، والدهون معزز النكهة، وفيها مادة اسمها الليتسيتين، والمادة هذه تقوم بربط السوائل مع الدهون. إذا بتعملوا آيس كريم فيها بهارات ولا شوكولاتة ولا كافيه الأفضل إنه نستخدم صفار البيض، وإذا بنعمل آيس كريم فيها فواكه الأفضل بدون صفار البيض. سكبت الخلطة في الماكينة وبعد نص ساعة الآيس كريم صار جاهز. الآن المفروض أفرزن الآيس كريم 24 ساعة، بس أنا كنت مستعجل عشان النتيجة فقدمته بنفس الوقت. طريقة تحضير الشاي العدني بنزله في فيديو لحاله، وأنا أقدم الآيس كريم. في حاجة لفت انتباهي، ركزوا على الآيس كريم شكله رجع زي القمقمة. في الصيف الدنيا حر، بدل ما نشرب الشاي العدني برد قلبك يا أبوجي.